بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل سمك النهارده، سمك مكرونه. هنعمله بطريقه حلوه كده. ان شاء الله تعجبكم. بصوا، اول حاجه انا عامله، بصوا التتبيله دي تتبيله سايله اهي، سايله اهي، ميه اهي. بصوا اهو، انا مش هحشي السمك من جوه. انا هحط التتبيله دي كلها على السمك. التتبيله دي عباره عن ايه؟ عباره عن توم مفروم كويس، على حبه شطه صغيرين كده. لو مش عايزه شطه ما تحطيش، على حبه توم، على قصدي حبه كمون، كزبره، فلفل اسود، ليمون. حطي ليمون عشق السمك. حطي، انا حاطه عصير ليمونتين، وحطيت ربع كوبايه ميه. بصوا، هضيف كل الخليط ده على السمك كده، وهبدا ادعك بايدي السمك من جوه كده اهو. بصوا اهو كده، ادعكه كده اهو هدعك كده من جوه كده التتبيله بتاعت السمك كده اهو. بايديا كده هدخل كل التتبيل ده من جوه كده اهو. هدعكه كده عشان انا بس بصور بايدي التانية اهو. شايفين؟ هدعك كل السمك ده كده، وهسيبه في التتبيله بتاعته لغايه لما يشرب من كل التوابل اللي احنا حطيناها دي. هسيبه في التتبيله بتاعته لغايه ميعاد ما انا ميعاد الغدا بتاعي، فهطلعه واجلي هو عشان يبقى سخن. ماشي؟ فهسيبه زي ما هو كده. هحطه في التلاجة واغطيه واسيبه كده في التلاجة كده لغايه ميعاد الجلي. والله قاعد نص ساعة، او يعني اقل حاجة نص ساعة. ان قاعد في التتبيلة دي برضو مش هيجرى حاجة يعني. ماشي؟ هغطيه واسيبه لغاية ميعاد ما انا هشتغل بيه. وتعالوا نعمل حبة رز صيادية كده حلوين. اهم حاجة ان احنا نكتر البصل فيهم. هتكتري البصل هتاكلي حبة رز روعة، ولا تقولي لي لون ولا تزودي لون ولا اي حاجة خالص. كتري البصل فيه وحمريه كويس خالص، هيديكي اللون زي العسل بتاع الصيادية. ماشي؟ اهي كمية بصل محترمة كده. هننزل دول ونبدأ مع بعض. هنحمر كمية البصل المحترمة دي كويس خالص، وهنغمق لونه خالص خالص. بس اوعي يتحرق منك، يعني انت هتحمريه بس اوعي يتحرق منك. اهم حاجة ان هو ما يتحرقش عشان طعمه ما يمررش معاكي في الرز، ما تحسيش ان هو ممرر. حمريه حلو خالص عشان تاخدي اللون المطلوب للرز. ماشي؟ بصوا لما وصلناه للون ده كده، بصوا ده كده متحمر اهو. بصوا شايفين كده متحمر مش محروق، كده متحمر. احنا عايزين اللون ده. ايوه، احنا عايزين اللون ده بالظبط كده اهو. انا كنت واقفه عليه على طول كده وايدي فيه. بصوا كده هنضيف الميه، ميه عاديه من الحنفيه اهي. هنضيفها كده، وبعدين هنضيف لها التوابل بتاعتها، الملح والفلفل. وبصوا الطماطميه دي، هنضيف الطماطميه دي عليها برضو، وهنسيبهم يغلوا مع بعض. وهنحط بعد كده الملح والتوابل. ماشي؟ هنحط الملح والفلفل والتوابل بتاعته. ماشي؟ بصوا اللون، انا ما ضفتش عليه ولا حاجه خالص. شايفين لونه عامل ازاي اهو؟ ده لون البصل بعد ما غلى في الميه اهو. بضيف الرز اهو. اهو بضيفه كده وهغطي الحله. بص السمك اهو بعد ما حطيناه في التتبيله. انا هنشيلهم كده، هشيلهم هحطهم في حاجه تانية عشان انا عايزه الميه دي، عايزه الميه بتاعتهم دي اهو. شايفين اهو؟ هنقلهم كده كلهم كده اهو عشان اخد شويه الميه دول.
بصوا شايفين الميه دي، انا هضيف عليها نص معلقه ملح كده كده اهو، وهزودها حبه ميه اهو بالمنظر ده. نزودها شويه ميه كده اهي. انا زودتها حبه ملح عشان انا زودت ميه ماشي. وبعدين هعمل ايه؟ هحط في الدقيق كده اهو، هحط السمك كده في الدقيق كده اهو، هحط السمك في الدقيق كده ماشي اهو. انا الدقيق حاطه فيه ملح برضو متبلاه، اي حاجه فيها حاجه زي كده لازم تتبل عشان يبقى الطعم حلو اهو. هتبل كده اهو، وبعدين مش هتبل كله ببعضيه مع بعضيه، انا هتبل اللي انا هحطه في الزيت، يعني كل ما اجي هحط في الزيت هتبله. بصوا الحركه دي اهو. هنفض كويس كده من الدقيق كده، وهرجع هنا على الميه دي كده. بصوا اهو مش هينزل الدقيق ولا حاجه، واروح من ايه منزلاه كده في البتاع ده اهو، في الميه اللي احنا ايه. بعدين هروح شايلاه من الميه كده اهو، وهروح على الطاسه بتاعت الزيت اهو. بصوا الزيت سخن على الاخر اهو. بصوا يا حبايبي الحركه دي حركه اللي هي نشيل من الدقيق نحط في الميه بتاعت السمك تاني، دي بتخلي الزيت اللي هنجلي فيه نضيف لاخر قطعه لاخر قطعه سمك، وهيخلي السمك من بره مقرمش ماشي يا حبايبي. خليكم متابعين. شايفين يا حبايبي اهو السمك اهو، وادي الرز لونه يجنن بسم الله ما شاء الله. شايفين العينين والبق دول حاجه كده روعه، ناشف كده وجميل اهو. بصوا ما شاء الله مقرمش وحلو وطعمه جميل ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بجد روعه. حطوا لايك يا حبايبي، واعملوا اشتراك في القناه، وشيروا لكل حبايبكم واصحابكم علشان يوصل كل جديد من القناه ماشي حبايبي. فعلوا الجرس، اهم حاجه تفعلوا الجرس ماشي حبايبي. يلا حبايبي ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. يلا السلام عليكم.